نمشي في التراك بقى هناك، يعني بصراحة تراك كبير قوي للرياضة وحلو قوي، وقعدات حلوة بقى، كافيهات وكده، غير ان فيها هناك قاعات للأفراح. هنا عشان الزفة كانت شغالة، بصراحة كان زفة جميلة قوي. آم، احنا هنا بقى قلنا ايه، عايزين نتمشى شوية كده، بندور على كافي يكون رايق شوية. انا عن نفسي ما بحبش اقعد في كافيهات كده فيها زحمة. اليوم ده كان زحمة جدا، بص كان ناس كتير، عالم عالم. كنت مستغربة قوي ان نادي الجزيرة اول مرة يبقى زحمة كده. ففكرنا بقى، قلنا هنقعد هنا عشان كنا قريبين من مطعم. شهد كانت عايزة تاكل، فجبت لها ساندوتش كده شاورما، واحنا جبنا بقى ايه، مشروبات. هتشوفوا بقى دلوقتي احنا طلبنا ايه. هنا عبدالله اللي كان بيصورنا. بس هنا القعدة كانت جميلة وهادية ورايقة، حبينا هنا. ما تنسوش بقى يا حبايب اللايك، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا الجرس عشان كل جديد احنا بنعمله. هنا كنا بنختار بقى، بنشوف نشرب ايه. انا بصراحة بحب قوي قوي اشرب نسكافيه او كابتشينو. شهد هنا كانت بتطلب ساندوتش شاورما، وكانت بتطلب تقريبا فراولة. وعبد الله مش فاكرة طلب تشيك شوكولاتة حاجة كده يعني، وانا كابتشينو، وجيهان نفس الشيء كابتشينو زي. هنا بقى كان خلاص نزلوا المشروب، بقول لكم حلو طعمه جميل. كنا قاعدين قاعدة جميلة بصراحة، وكان الجو والطقس كان يومها جميل جدا. ادوق يعني ايه اي حاجة بتجيبها، بقول لها حلو. بس هنا قمنا بقى من الكافيه اللي كنا قاعدين فيه، قعدنا بقى نتمشى في النادي كله بصراحة يعني. اتمشينا في النادي كله، جبناه من اوله لاخره. بصراحة النادي كبير قوي. وقلنا عايزين نجيب فشار بقى، نفسنا ناكل فشار. جبنا كذا نوع بالجبنة وبالملح وكده يعني. اللهم صل على النبي. لو وصلتوا معايا لحد هنا قولوا اه حلو اوي الفشار. جبنا كذا نوع بنكهات مختلفة. هنا كان عبد الله بيحاسب بقى على الفشار. بس فاحنا كنا منتظرين يعني يجهزولنا الاوردر.
كان اليوم ده زحمة جدا جدا. هنا الراجل مش عارفة بيضحك، بيقول له ايه كده، انت عاملين فيك مقلب ولا ايه؟ عشان كنت بصور. بس فضلت انا اصورهم كده لقطات. انا بصراحة ماليش في الفشار قوي، بس يعني انا ما جبتش، بس بقيت اخد ايه منهم، كل واحد كده من علبته واحدة. فما لقيته حلو قلت لهم يا ريتني كنت جبت. النكهة حلوة. بس وفضلنا بقى ايه ناكل الفشار ونتمشى كده وكنا عايزين كده اماكن حلوة نصور فيها، ناخد لقطات حلوة. بيهزروا بيهزروا. بس شاركتهم كلهم في العلب بتاعتهم بصراحة. وفي الاخر حد ساب لي تقريبا، شهد سابت لي علبتها. فمش عارفة بقى ايه اصور ومش عارفة اكل. عملت الحركة دي. واخدنا لقطات جميلة قوي قوي. إيه، وكان ظاهر فيها البرج الجزيرة كده زي ما انتوا شايفين. كانت لقطات حلوة قوي بصراحة. بس استمتعنا بقى. وبعد كده رحنا قعدنا، تعبنا بقى من المشي، لفينا كتير، قلنا نروح نقعد في كافيه تاني. بس ما حبيناش الكافيه المغلق بالازاز ده، احنا حابين حاجة كده فيها يعني هوا كده، حاجة مفتوحة. فقلنا نتمشى قدام شوية كده. فلقينا كافيه حلو. كان قدام الكافيه. عجبنا اول منظر استاد بيلعبوا كورة. هناك كان في يعني كذا كذا صالة للألعاب، في صالة جمباز، في السلة، في الطايرة، في بينج بونج، في كرة القدم. يعني ما شاء الله ما شاء الله، كانت صالات كتير جدا جدا. كل دول أعضاء طبعا، اللي بيلعبوا الألعاب دي كلها أعضاء في النادي. لا النادي ما شاء الله اتطور كتير. بصراحة روعة نادي الجزيرة. احنا بنروح نقعد فيه، بس احنا بصراحة يعني من زمان ما اشتركناش للأولاد، عندنا شهد ومحمد ما اشتركناش في أي ألعاب، ولا حتى عبد الله. احنا بس بنروح كل فترة كده نقعد في الكافيهات، نتمشى، نروح ناكل كده يعني، نغير جو. هنا كنا بنشاور بعض نروح نقعد في اي كافيه، ده ولا ده، محتارين بصراحة، كلهم حلوين. وكنا واقفين هنا عند الاضاءات دي بنصور كلنا. اخدنا صور حلوة، كل واحد اخد صور حلوة يعني. وشاهدت طبعا، يعني استمتعت، صورت كتير قوي. هنا طبعا اتمشينا شوية. كنت بقول لكم هنا يا جماعة الجو تحفة تحفة، حلوة قوي. بإذن الله احنا كل فترة قررنا ان احنا نروح النادي بصراحة، يعني زي احنا مشتركين يعني اهملين، يعني اهملنا ان احنا نروح من بدري النادي ونستمتع كده. بس هنا رحنا قعدنا شوف الكافيه ده جميل ازاي. قدامنا استاد كده كرة قدم بيلعبوا. قعدت اصورهم شوية.
دول كلهم بقى الناشئين بقى بيتدربوا على كرة القدم، وبيلعبوا حلو قوي بصراحة، ما شاء الله. قعدت اتفرج عليهم ما شاء الله عليهم. هنا كنت بصور نفسي بقول لكم، بس القعدة جميلة. وجبت جيهان. شوفوا كان النادي زحمة ازاي، كان مليان. ان شاء الله كل ما نروح النادي هصور لكم كده فيديوهات حلوة، اعمل لكم فلوج حلو. وهنا كان لسه علبة الفشار ما خلصتش. بس كان طعمه تحفة، كان تقريبا بنكهة الجبنة. يلا يلا نقوم نمشي عشان تيتا لو اتصلت اول اتصال ليها ده بيفض. يلا بينا يلا قومي قومي بينا نمشي. ونص. وخدوا بالكم احنا رايحين متأخر، نازلين من البيت الساعة كام؟ الساعة 7 بالليل. عبد الله هنا بيقول يلا عشان تيتا هترن دلوقتي وهتتصل. صورت لكم كده لقطات من صالات الالعاب. شفتوا الطريق جميل ازاي؟ وهنا صالة وهنا صالة، وما شاء الله مليان. النادي مليان صالات للالعاب، مليان. فتحتاري تقفي تتفرجي فين. بس يا حبايبي بقى هنا اهو، كنا عمالين نتفرج ومبسوطين قوي. بس هنا بقى يا حبايبي احنا برضو هنتنقل هنا، هنروح نقعد في كافيه تاني. يعني احنا كل شوية نقعد، يعني قعدنا في 3 كافيهات، كل كافيه يعني بعيد عن التاني، يعني مشوار. شهد هنا بتبص على كرة السلة بتقولي نفسي ألعب سلة. بقول لها لا، السلة دي عايزة انت كده هتطولي تروحي فين. بس هي اصلا لعبة السلة عايزة طوال. وصورت لكم كده بنت بتلعب بتتدرب. على فكرة انا كنت زمان اصلا انا عندي كارنيه هبقى اوريهولكم. كنت مشتركة في لعبة الطايرة. كنت بوريكم هنا فندق مرينا عليه كده اسمه نوفا. او نوفل حاجة زي كده. هنا كنا خرجنا من النادي بقى، وماشيين في الشوارع بقى اللي حوالين النادي، اللي هي بقى ايه بتروح على التحرير كده. بصراحة كان الجو روعة روعة. احنا هنا ما تأخرناش قوي، يعني هنا كنا تقريبا حوالي 10:30 11 بالليل تقريبا في الوقت ده. فكانت شوية تحس ان الناس خفت شوية، مفيش في الشارع ناس كتير زي كده الساعة 7 و8 يعني. بصوا هوريكم هنا ايه، عارفينها طبعا اللي هي العربية دي بتاعت زمان، اللي هي بالحصان ديت، مش فاكرة اسمها ايه، مش عارفة، حنطور. مش فاكرة، بس جميلة اوي. احنا ركبناها من كام سنة، ركبتها لف يعني، خدنا لفة كده كانت جميلة اوي. هنا بقى ماشيين ناحية عارفين. افتكرت كانت الحفلة لمدحت صالح، وكان ساعتها حتى بيغني اغنية انا عاوز اعيش في كوكب تاني، طبعا الاغنية المعروفة الجميلة دي. بحب الاغنية دي اوي. فكنت واقفة كده ناحية الباب، يعني ناحية الباب بتاع الاوبرا المسرح. قعدت اخد لكم لقطات كده اهو، كان واقف على المسرح وكان بيغني. والله فكرنا قلنا مرة كده ان شاء الله نقطع تذاكر في المسرح اللي هو بتاع المسرح القومي ده،
ونحضر حفلات كده. نفسي قوي احضر حفلة كده لايف، يعني واصور كده ايه يعني وانا قاعدة كده جوه. ان شاء الله باذن الله هعمل كده. بس شكل الحفلة كانت مزدحمة جدا. هنا بقى كنا خلاص مشينا، وبقول لكم يلا بقى مع السلامة. كنا رايحين نركب بقى المترو. كان المترو قريب مننا قوي، قلنا احسن حاجة نركب المترو، اسرع واحسن وامن كمان.